بيان حرية القائد. القائد أوجلان الذي أثبت للعالم إفشال المؤامرات الدولية وانتصار الديمقراطية، فنطالبه بشدة ومن هذا المكان من جميع المنظمات الإنسانية والاتحاد الأوروبي والدول المعنية بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان قائد الديمقراطية، واليوم باسم مجلس الإدارة الذاتية والشباب وجميع مكونات والديانات في سنجار نطالب بحرية القائد عبد الله أوجلان قائد الإنسانية. نحن الشعب العربي مع الأكراد جميعا يدا في يد من أجل سنجار الغالية. نعلم بأن حريتنا جميعا مرتبطة بحرية القائد، ونطالب بحريته من سجن آمرلي لدى الدولة الفاشية التركية. مجلس الإدارة الذاتية مع الشباب في القاطع العربي في سنجار. وملحقا بالبيان نرفق بيان استنكار وشجب. بسم الله الرحمن الرحيم. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نحن مجلس الإدارة الذاتية والشباب في قاطع العربي في سنجار ندين وبشدة ونستنكر ونحذف العمل الإجرامي الجبان الغادر الذي قام به الطيران التركي الإنذال على قضاء سنجار، والذي أدى إلى استشهاد رمز من رموز الإدارة الذاتية وهو الرفيق دجوار فقير، وهذا ضد أرادة المنطقة. وتمتد أيادي الغدر الذي تتحرك من قبل تركيا الذي تحاول زعزعة الوضع الأمني والسياسي وتأجيج الأزمة في سنجار. ونحن نقف ابناء سنجار وبكل طوائفه ودياناته متكاتفين ضد أي اعتداء يستهدف ابناء سنجار من الإدارة الذاتية وغيرها وسيادة سنجار، وسنكون يدا ضاربة لكل من يحاول المساس بأمن سنجار وإبنائه. مجلس الإدارة الذاتية في القاطع العربي في سنجار، ومن الله التوفيق. فليعلم الجميع بأن من استشهد في سنجار كان من أبناء شعبنا العراقي. ما هو أبال دجوار إلا هو عراقي من قضاء سنجار، وما أبال زكي أيضا إنه عراقي من قضاء سنجار، وما هو الرفيق زرتشت إلا هو عراقي من قضاء سنجار. فلماذا هذه الأبادة الجماعية على أهالي سنجار في هذه المنطقة؟ نشجب بشدة العمل الإجرامي الجبان ضد أبناؤنا في سنجار. فنحن نقول نضيف هذا العمل الإجرامي إلى الفرمانات التي لحقت بالشعب الإزيدي في سنجار، فنعتبره أيضا فرمان آخر إلى أبنائنا وأبناء الطائفة الإزيدية في سنجار، لأن من استشهدوا في سنجار هم عراقيون الجنسية ويحملون الجنسية العراقية ومن ابناء سنجار. فنشجب هذا العمل الإجرامي الجبان، ونطالب جميع المنظمات الإنسانية ولجنة حقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري والسريع لإيقاف الهجمات الإرهابية ضد أبنائنا في سنجار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ف27 من الشهر الثاني من الشهر 12 2021. بيان حرية القائد. القائد أوجلان الذي أثبت للعالم إفشال المؤامرات الدولية وانتصار الديمقراطية، فنطالبه بشدة ومن هذا المكان من جميع المنظمات الإنسانية والاتحاد الأوروبي والدول المعنية بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان قائد الديمقراطية، واليوم باسم مجلس الإدارة الذاتية والشباب وجميع مكونات والديانات في سنجار نطالب بحرية القائد عبد الله أوجلان قائد الإنسانية. نحن الشعب العربي مع الأكراد جميعا يدا في يد من أجل سنجار الغالية. نعلم بأن حريتنا جميعا مرتبطة بحرية القائد، ونطالب بحريته من سجن آمرلي لدى الدولة الفاشية التركية. مجلس الإدارة الذاتية مع الشباب في القاطع العربي في سنجار. وملحقا بالبيان نرفق بيان استنكار وشجب. بسم الله الرحمن الرحيم. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
نحن مجلس الإدارة الذاتية والشباب في قاطع العربي في سنجار ندين وبشدة ونستنكر ونحذف العمل الإجرامي الجبان الغادر الذي قام به الطيران التركي الإنذال على قضاء سنجار، والذي أدى إلى استشهاد رمز من رموز الإدارة الذاتية وهو الرفيق دجوار فقير، وهذا ضد أرادة المنطقة. وتمتد أيادي الغدر الذي تتحرك من قبل تركيا الذي تحاول زعزعة الوضع الأمني والسياسي وتأجيج الأزمة في سنجار، ونحن نقف أبناء سنجار وبكل طوائفه ودياناته متكاتفين ضد أي اعتداء يستهدف أبناء سنجار من الإدارة الذاتية وغيرها وسيادة سنجار، وسنكون يدا ضاربة لكل من يحاول المساس بأمن سنجار وإبنائه. مجلس الإدارة الذاتية في القاطع العربي في سنجار، ومن الله التوفيق. فليعلم الجميع بأن من استشهد في سنجار كان من أبناء شعبنا العراقي، ما هو أبال دجوار إلا هو عراقي من قضاء سنجار، وما أبال زكي أيضا إنه عراقي من قضاء سنجار، وما هو الرفيق زرتشت إلا هو عراقي من قضاء سنجار. فلماذا هذه الأبادة الجماعية على أهالي سنجار في هذه المنطقة؟ نشجب وبشدة العمل الإجرامي الجبان ضد أبناؤنا في سنجار، فنحن نقول نضيف هذا العمل الإجرامي إلى الفرمانات التي لحقت بالشعب الإزيدي في سنجار، فنعتبره أيضا فرمان آخر إلى أبنائنا وأبناء الطائفة الإزيدية في سنجار، لأن من استشهدوا في سنجار هم عراقيون الجنسية ويحملون الجنسية العراقية ومن ابناء سنجار. فنشجب هذا العمل الإجرامي الجبان، ونطالب جميع المنظمات الإنسانية ولجنة حقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري والسريع لإيقاف الهجمات الإرهابية ضد أبنائنا في سنجار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالسابع والعشرون من الشهر الثاني 2021.